السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا متعودين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب وندعي لأمواتنا بالرحمة. بصوا، مش قادرة اقول لكم عاملين النهاردة مهرجان البرتقال. طبعا البرتقال موجود عندنا في السوق دلوقتي، استغل الفرصة. عملنا منه حاجات كتير، عصير ومربى وبرتقال بالموز، حاجات كده مش قادرة اقول لكم. تابعوا الفيديو للآخر وهتستفيدوا منه. اول حاجه كده عملنا العصير، عصرنا برتقان وعملنا منه ايه؟ شوب عصير محترم بالموز. بصوا، ومربى برتقان، بس مربى برتقان ايه؟ تابعوني للاخر. يلا نصلي على الحبيب ونبدأ ايه الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا ايه. طبعا ايه، العيال فرحانين بقى بالبرتقان. البرتقان ده فيتامين سي، حاجة كده جميلة جميلة في الأيام ديت، ربنا بينعم علينا بيها. جبت البرتقان وركنته زي ما انتوا شايفين، حتى لقيت فيه بايظ. وجبت جزر، ده العامل الأساسي بتاعنا. البلدي هنعصره، والبرتقان البصرة هنعمله مربى. تحفة، ما فيهاش اختلاف، ما فيش اختلاف، ما فيش اتنين يختلفوا عليه. كده الجزر عشان كلنا منه هنوزن بقى نص كيلو جزر على كيلو برتقان. طبعا اعملي الكمية اللي تريحك، وبراحتك جربي في حاجة صغيرة وبعد كده جربي في حاجة كبيرة، عشان ما تحسيش ان انتي خسرتي كتير. البرتقان البسرة طبعا، اللي هو بسرة، بيبقى فيه يعني سكارة مش مزازة زي البرتقان البلدي، فبيديكي طعم خطير بقى في المربى بتاعتنا يا حبايبي. كده خلاص وزنا. يلا بينا بقى ايه، نسمي بسم الله ونبدأ بقى الميزان بتاع الجزر، عشان هنحط الجزر البرتقان ضعف الجزر. يعني مثلا هتحطي كيلو جزر، احط كيلو برتقان حطي نص جزر. اول حاجة جبنا الجزر معانا. طبعا الجزر انا ايه، بقشره زي ما انتوا شايفين كده. العيال عايزين ياكلوا جزر، طبعا مش مشكلة، الجزر جميل جميل ومفيد اوي للاطفال. قشرت بقى الجزر وقلت هقشر لهم كام واحدة كده ياكلوها، زي ما انتوا شايفين كده واقفين حواليا. بعد ما قشرته اغسله بقى واخرطه لهم كده يتنوهم رايحين جايين عليه. يلا نجعل ساعة الانتظار استغفار، ونقول استغفر الله العظيم عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. يلا نروح نغسل البرتقال والجزر بتاعنا غسلة حلوة تحت المية. طبعا البرتقال البلدي احنا عصرناه، عملنا منه عصير وشلناه، وعملنا منه ايه، شبات العصير اللي انتوا شفتوها دي، ومعاها الموز. تحفة تحفة يا حبايبي. بشرت الجزر بتاعنا بالمبشرة، عايزة تقطعيه براحتك، عايزة تبشريه براحتك. حطيت على نص كيلو الجزر ده نص كيلو سكر. حطيت البرتقان، اخد غلوة على النار، نزل كل المرارة اللي في القشر بتاعته. بصوا، كل الصفار اللي نزل في المية ده، كده خلاص تعرفي ان سنة مرارة راحت منك خلاص. يلا ارمي المية دي بقى واغسل البرتقان بتاعنا واسيبه يبرد شوية، وابدأ كده زي ما انتوا شايفين اي حاجة بيضة من الداخل. الابيض ده هو اللي بيدينا المرارة يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده. وتسيبيه يشرو زي ما هو فيه، احنا بنشيل الحاجة البيضة اللي في الداخل دي. قطعي بقى عشان تسهلي على نفسك وعلى الكبة بتاعتك. تقطيع صغير بقى عشان الكبة بتاعتك تسهلي عليها،
وحاولي ان انت ما تشيليش القشر عشان المربى بالقشر بتاعها، لان دي غير البرتقان البلدي. البرتقان البلدي حاجة والبرتقان بصر حاجة. واول مرة اجربها بصراحة يا حبايبي كانت تحفة. اضربي بقى بالكبة كده خالص لحد ما تخليه بيوري. ننزل بقى في الحلة بتاعتنا. كده الجزر بتاعنا زي ما انتوا شايفين سبته من بالليل للصبح. نزل كل المواد السائلة بتاعتنا اللي فيه بتاعته اللي فيه، عشان الجزر لو سبتيه سيبيه مش اقل من مدة بتاع ساعتين تلاتة. انا بشرته وحطيت عليه السكر بتاعه وحطيته في التلاجة. سبته من بالليل للصبح وبعد كده قمته على النار. اول ما غلي بتاع نص ساعة عصرت عليه الليمونة وقلبته. كده خلاص السوائل بتاعته بدأت تنزل، بدأت تروح منه خالص. بصوا كده بعد مرور نص ساعة كمان حطيت له سنة ملح بسيطة عشان تعدل الطعم. كده خلاص استوت معانا وبقت تمام. الله على الريحة بقى. نسيت اوريكم يا حبيبتي، يا حبايبي انا حطيت عود قرنفل. طبعا المنكهات اللي انت عايزة تحطيها حطيها. حطيت عود قرنفل واللهم صل على النبي. ده كده بعد مرور ساعة و... وسنة فانيليا. نزلت بقى بالهاند بلندر كده يعني ادشدشها شوية. لو عايزة دي الخطوة دي اختياري. لو انت عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة تعمليها براحتك. بصوا كده كان عدى عليها ساعة ونص. انا بحب انشفها، يعني انت لو انت عايزة تعمليها فيها جوسي شوية كده فيها شوية مية ماشي، بس انا بحبها ناشفة خالص. خليتش فيها سوائل خالص. بطرماناتنا بقى بطرمانات الصلصة العادية بتاعتنا. عقميها كويس على النار وما تخافيش منها وانت بتعقميها على النار. تقعد معاكي من السنة للسنة. جبت العلب ديت، عندي علب بلاستيك كده بدأت أعبي فيها. الله على الجمال وعلى الطعم. أول مرة آكل مربى برتقان بس بسرة مش برتقان بلدي. طعمها خطير. أخدت على النار ساعتين 2.5 على نار هادية خالص. بصوا بقى. مليت العلب بتاعتي وحطيت في البطرمانات. عملنا عصير. عملنا شوبات عصير برتقان سك بالموز تحفة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة، لايك وشير سبسكرايب لتيتا زوزو.